السلام عليكم ومرحبا بكم بطبيعة الحال. فرصة سعيدة وجميلة أنا نتواصل معكم مرة أخرى. كما قلت لكم المنتخبات العربية المشاركة ووضعيتها، غنناقشوا المنتخبات العربية. أول حاجة الوضعية ديالها، غندير واحد الدراسة تقنية وتحليلية، ماشي تقنية من حيث تقنية تعمق في المسائل، لكن تقنية تحليلية وليس توقعات رسمية. هذه ماشي توقعات رسمية، هذا تحليل ونقاش على السريع بطبيعة الحال. أول حاجة عندنا المنتخب، المنتخب العربي الأول هو المنتخب المغربي. المنتخب المغربي أي مجموعة كيقع فيها؟ يقع في المجموعة سي، مع البرازيل واسكتلندا وهايتي. بطبيعة الحال المغرب واش هذه المجموعة قوية؟ بطبيعة الحال مجموعة قوية. البداية مع من غتكون مع البرازيل، واش سهلة؟ ماشي سهلة، ولكن ليست مستحيلة. بطبيعة الحال ومن بعد غتجي واحد المباريات اللي هي نوعا ما من غير اسكتلندا، حيت لعبنا مع واحد البلد اخر قبل اللي هو النرويج، اللي كان في الدقائق الاولى كان ما هوش، لكن من بعد انه تحسن. زيد عليها قوة اللاعبين، دفاع اللاعبين، ضرب اللاعبين، اختراق اللاعبين. هاد المزية حنا عارفينها وشفنا الماتش ديال المغرب والنرويج. يعني اسكتلندا غتكون قريبة لهاد الرسم الخطاطة او الخط، يعني من حيث الخطة ومن حيث السير والتدبير. من حيث اسكتلندا يعني بلدان اسكندنافية، النرويج نقدر ندخلو النرويج مع اسكتلندا نوعا ما. وكاينه هايتي. المهم نتمناو، ممكن أن نجتازوا هذا الدور، ممكن وليس مستحيل، لكن باحترام الفرق، باحترام المعنويات، رفع معنويات اللاعبين، وعدم بطبيعة الحال وعدم وقوع إصابات. إيش المشكل اللي كاين بالنسبة لينا؟ هو من حيث الوضعية، من حيث هذه المسألة اللي كنقول ديال الوضعية والتحليل، هو إصابات هما اللي عندهم الإشكالية العويصة. المغرب سالينا بالنسبة للمنتخب المغربي. ثاني فريق قطر. قطر مع من غيلعب؟ غيلعب مع كندا، مع البوسنة، ومع البوسنة والهرسك وسويسرا. هاد المجموعة واش هي قوية؟ ما نقولش قوية، ولكن متوازنة نسبيا. شكون اللي قوي فيهم؟ هي سويسرا. بطبيعة الحال سويسرا في على الورق كتبقى هي الأقوى، سويسرا بدون لغة خشب. بطبيعة الحال قطر غتحتاج نتيجة إيجابية أمام كندا وسويسرا، كندا والبوسنة. سويسرا كتبقى مسألة صعبة لكن ليست مستحيلة كما كنقولوا بالنسبة للمنتخب القطري، رغم أن توالي الهزائم بالنسبة للمنتخب القطري، توالي الهزائم بالنسبة للمنتخب القطري، سواء في الدوري العربي، الدوري العربي، كأس آسيا. بطبيعة الحال هناك خسارات، لكن بطبيعة الحال واش كاين واحد التجانس من اللاعبين بالنسبه للمنتخب القطري؟ تمارا وبعد حين. بطبيعة الحال حتى وبعد حين. تونس قدامنا غتلعب مع هولندا، اليابان، السويد. اشنا هي هذه المجموعه؟ المجموعه صعبه وفي نفس الوقت مفتوحه. تونس خاصو يعتمد علاش؟ على التنظيم الدفاعي فقط، ويحتاج انه تكون عنده واحد الفعاليه وهجوميه اكثر. علاش؟ حيت نورمالمون الا درتي واحد المنظومه دفاعيه وما درتيش واحد المنظومه هجوميه، بطبيعه الحال غتلقى الاهداف. ما تلقيتهاش في الماتش الاول غتلقاها في الماتش الثاني، ما تلقيتيش في الماتش الثاني غتلقاها في الماتش الثالث. ما غنعتمدش على الدفاع فقط، غنعتمد على الهجوم ضروري. تنظيم هو الدفاع، خط الوسط، الاجنحه، كوتي دوا كوتي غوش، يعني ثلاث الاجنحه، يمين يسار، وقلب هجوم ضروري باش تتجاوز هذا المشكل. بالاخص بلدان اسكندنافيه، السويد ما نسهلوهاش، اليابان ما غنسهلوهاش، الكمبيوتر خدام، هولندا ما غنسهلوهاش. هي مجموعه صعبه ولكن مفتوحه. هولندا، اليابان، السويد. ما السويد غنقارنوها باسكتلندا وغنقارنوها بالنرويج، بلدان اسكندنافيه اللي كتقدم من حيث كرة القدم وبنية جسمانية وبنية ذاتية. المهم حنا عارفين المسائل هذا، وخا مثال المغرب والنرويج اللي غيكتشف هيئه ديال اللاعبين وطريقه اللعب وطريقه المنظومه. في الدقائق الاولى كيكونوا تافهين، من بعد كيحسنوا الوضعيه. مثلا غتلعب مع بلجيكا، ايران، نيوزيلندا. واش هذه مجموعه قويه؟ ما كنظنش انها مجموعه قويه، عندها فرصه جيده بطبيعه الحال وكبيره باش تحسم المواجهه مباشره.
قدام ايران ونيوزيلندا. بلجيكا حيدة ابار، حيت هذيك بلجيكا كتبقى بلجيكا، ولكن ايران ونيوزيلندا يعني مثلا ممكن تاخذ 3 نقاط، دازت لدور 32 تاخذ 3 نقاط، خدت 6 نقاط. بطبيعة الحال الماتش الاخر مع بلجيكا تلعبوا والامور مرتاحة. سوا خسرنا سوا ربحات ما كاينش اشكال، ما كاينش اشكال، ما كاينش اشكال. السعوديه قدام من غتلعب قدام اسبانيا، الراس الاخضر واوروغواي. هاد المجموعه هادي قويه، فيها كافير، فيها اسبانيا، وفيها الاوروغواي. بطبيعه الحال كلشي غيقول ان الراس الاخضر، السعوديه ممكن انها تفوز مع على الراس الاخضر، لكن الراس الاخضر رغم قله اللاعبين، قله قله اللاعبين، قله المضغوطين بالنسبه للاعبين، لكن البرتغال منحات عطات المنتخب الكافي 8 ديال اللاعبين، 8 ديال اللاعبين كانوا مؤهلين للعب في منتخب البرتغال. ولكن بطبيعه الحال مع المنظومه البرتغاليه بطبيعه الحال عدد اللاعبين، عدد اللاعبين المستوى عالي رفيع، كيلعبوا في فرق كبرى، فرق عالميه، بطبيعه الحال عطاتهم الكافي. يعني نحاولوا أن نعرفوا بأن كافير ليست بالأمر السهل بطبيعة الحال. بالنسبة للسعودية كيناقشوا بأن كافير ممكن أوروغواي، أمريكا اللاتينية، إسبانيا، أوروبا، والرأس الأخضر إفريقيا. لكن كما قلت بأن كافير تتحقق دائما المفاجأة. إلا رجعنا السنوات القليلة، ما غرقناش السنوات القليلة، نلقاو بأن الرأس الأخضر عنده واحد المنسوب ديال اللاعبين رغم قصر المساحة، رغم عدم يعني معرفتنا للبلد، معرفتنا طريقة اللعب، طريقة المنظومات، مدارس اللاعبين، فرق اللاعبين كافير. لكن رغم ذلك عندها حظوظ، رغم أن المنتخب السعودي كيناقش بأن ممكن ربح الرأس الأخضر، ومناقشة تدوير اللاعب ضد إسبانيا وأوروغواي مسألة صعبة. المدرسة الإسبانية فأوتوماتيكون فهي المدرسة الأوروغواية. أوروغواي. العراق وأول مشاركة بالنسبة للعراق، أول مشاركة للمنتخب العراقي على في العرس الكروي الدولي. ما نقولش أول مشاركة أو أول جاهزية أو أول تعبير عن الذات وفرحة العراقيين والعراقيات بمنتخب العراق بالتأهل بطبيعة الحال ل بطبيعة الحال لكأس العالم. لكن سيصطدم، غيتصطدم بواحد الفرق اللي عندها واحد يعني صعبة للغاية، مجموعة صعبة للغاية. ولكن شوف المغرب شنو، لكن العراق واش كتستطيع انها تنافس؟ ممكن ان تنافس، ولكن باش انضباط دفاعي واستغلال المرتدات، انضباط دفاعي واستغلال المرتدات. ملي كنقولوا استغلال المرتدات هنا كنعتمد على قلب الهجوم، قلب هجوم صريح، قلب مهاجم صريح، باش وفي نفس الوقت انضباط دفاعي. ما غنديش خمسه، غندير اكثر من خمسه. علاش؟ حيت غنواجه فرنسا، غنواجه السنغال، وغنواجه النرويج بنية جسمانية، طريقة اللعب، تنظيم الخطوط، عدم تعطي المساحات، آه، الاختراقات، بنية جسمانية. هاد المسائل كامل كتبانش بالنرويج. وهاد النرويج راهي هاد النرويج غنجمعها مع السويد، وغنجمعها مع اسكتلندا باش نكونوا واضحين. نفس المسار، نفس البلدان الاسكندنافية وطريقة اللعب. يعني من حيث المادة، من حيث الإمكانيات، من حيث آه، البنية الجسمانية، من حيث المردود الفني، من حيث الرياضة. بطبيعة الحال عودة البلدان الاسكندنافية بطريقة خارقة للعادة بطبيعة الحال. وخا مثال المغرب والنرويج. فرنسا، كنعرفو فرنسا 2022 رجعوا 2022 غيبان العظيم، أو خسارة المنتخب المغربي أمام فرنسا، والالتحاق فرنسا بالفينال اللي لعبته ضد الأرجنتين. وكما مشات الحكاية حنا عرفنا دابا فرنسا. السنغال حنا عرفنا السنغال جايب واحد الحماس، يعني واحد الحماس
اول حاجه جايه بالحماس، ثاني حاجه جايه بواحد مجموعه من اللاعبين، جايه مجموعه من المهارات، جايه مجموعه من اللاعبين ذو يعني الجاهزيه الفنيه والتقنيه والرياضيه داخل المستطيل الاخضر، جاي غادي بواحد المستوى عالي. النضوي الشهيه كما هضرنا عليها قبل، يعني هضرنا على السريع بالنسبه للفرق. بالنسبه للعراق غنمشيو للجزائر. الجزائر طبعا الحال بمن غتصطدم الجزائر؟ غتصطدم بالارجنتين، النمسا او الاردن. هاد المجموعه هادي قويه بدون مناقشه. خاصه نقول واحد المساله، الديربي اللي غيكون ديربي عربي اللي غيجمع بين الجزائر والاردن. هذه هي اللي غتحسب التاهل. هذه المباراه ديال الجزائر والاردن هي اللي غتحسم التاهل بدون نقاش، بدون لغه خاش. هذه اللي غتحسب. المنتخب الاردني بطبيعه الحال الاداره الفنيه المغربيه اللي هو جمال السلام، والجزائر بطبيعه الحال الجزائر بمنظومه ديال اللاعبين اللي فازت على المنتخب الهولندي. لكن بطبيعه الحال واحد المساله اساسيه مهمه، يعني الماتشات اللي كيكونوا ضحوكي ماشي لو هما الاوفيسيال باش نكونوا واضحين. غتقول لي بان المنتخب تبت الجدارة ديالو، تبت الاستحقاق ديالو، تبت العزيمه ديالو، تبت الاراده ديالو، تبت واحد الحماس ديالو، تبت بانه فاز وسط البلد المضيف اللي هو هولندا فوق الجماهير والجماهير ديالو. هاد المسألة كاملة. لكن هناك فروقات بين اللاعبين. الماتشات الودية كيكونوا غير عبر تنظيم، عبر تدوير اللاعبين، اختيار اللاعبين، انضباط اللاعبين، واش تماسك اللاعبين، واختيار احسن اللاعبين ذو جاهزيه اللي ممكن انهم يشاركوا في 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 بطبيعه الحال على في الفرق ديالي، في فريق المنتخب. باش نكونوا واضحين، هذيك الماتشات الوديه كتكون استعداد ماشي حصيل. هو استعداد ماشي حصيل. الحصيل كتكون قبل عبر اختيار اللاعبين، اختيار الجهاز الفني، اختيار اللاعبين من الدفاع، من الهجوم، خط الوسط، جناح ايمن، جناح ايسر، راس حربه. هاد المسائل هذه كامله واضحه. لكن دابا من غندخلوا لي ماتش اوفيسيال، يعني الماتشات الرسميه، سيكون كلام اخر وطريقه لعب اخر. المشكل اللي عند الاردن صراحه، المشكل اللي عند الاردن عنده واحد المشكل كبير، هو بطبيعه الحال الاصابات، لعنه الاصابات بالنسبه للمنتخب الاردني. جمال السلامي تحت ضغط. اول حاجه تحت ضغط جمال السلامي، رغم ان المنتخب الاردني اول مشاركه له مع المدرسه المغربيه، اول مشاركه المنتخب الاردني في كاس العالم، وتحقق من اول منتخب كيلتحق من من اسيا هو المنتخب الاردني الى كاس العالم، اول منتخب بطبيعه الحال. لكن واحد الاشكال كبير، واحد الاشكال كبير واشكال عويص، هو ان المنتخب الاردني كيواجه لعنه الاصابات اللي خلاته انه يفقد لاعبين اساسيين ومحوريين ومهمين بالنسبه للمنتخب الاردني. نزيد نقول ونعاود بان المنتخب الاردني فقد الادهام عند النابلسي، فقد النعيمات، فقد آه، مجموعه من اللاعبين، وهذوك اللاعبين عندهم مهارات تقنيه، مهارات فنيه، عندهم تضييع الفرص، عندهم طريقه اللعب، عندهم التنظيم الدفاعي والهجومي وخط الوسط، عندهم عدم ضياع الفرص، التركيز، تشجيع اللاعبين الاساسيين. بطبيعه الحال جمال السلامي غيواجه او امتحان صعب، امتحانات صعبه، لكن بطبيعه الحال ليس مستحيله. كيبقى جمال السلامي المدربين التقنيين الاساسيين بالنسبه للمنتخبات المغربيه بطبيعه الحال، رغم انه ملتحق بالمدرسه الاردنيه، الا انه كيعاني من الاصابات وقله المهارات. نزيد نقول واحد القضيه، كيعاني من قله المهارات بالنسبه للفرق الاردنيه، حيث الفرق الاردنيه كتعاني من قله المهارات وقله الامكانيات وقله اللاعبين، ماشي اللاعبين،
قلة مهارات اللاعبين، وقلة تقنية اللاعبين، وقلة مردودية اللاعبين، وقلة جاهزية اللاعبين، وقلة انضباط اللاعبين. كاين إشكال كبير، إشكال كبير كيعاني منه المدرب السنغالي. في جميع الأحوال نتمنى أنه يفوز على جميع المنتخبات ويرتقي إلى الأمام، رغم أن آه، رغم أن صراحة المسألة ما غتكونش سهلة بالنسبة للمنتخب الأردني. بالنسبة كما قلنا وغنعاودو نقولو، الأردن كيبقى هو آخر فريق اللي غيواجه الأرجنتين، النمسا والجزائر. بطبيعة الحال واش الأردن كيما هضرنا على الأردن غنعاودو نهضرو عليه، واش عنده فرصة أنه باش يلتحق بالمركز، باش يلتحق بالمجموعة، باش يلتحق ب... بالفرق الكبرى؟ واش ممكن. هنا غنذكر واحد مسألة مهمة، هو أهم النقاط بالنسبة للتحليل ديالنا. أول حاجة النظام الجديد يغير الحسابات. علاش؟ حيت 48 مابقاش 32 ياك. والتأهل غيكون ماشي ما غيكونش فقط المركز الأول والثاني، لا غيتزاد واحد المركز الثالث اللي كيأهل إلى الدور 32، يعني الدور المؤهل. بطبيعة الحال بالنسبة للمنتخب العربية لا تحتاج دائما لصدارة المجموعة. اش تحتاج جمع نقاط كافية وتجنب الخسائر الكبيرة. أول حاجة جمع النقاط، وثاني حاجة تجنب الخسائر الكبيرة. المغرب واش كيمتلك الحظوظ؟ بطبيعة الحال كيمتلك حظوظ كبيرة أنه باش يتعامل بذكاء، خاصة مع في الماتش الأول ضد البرازيل. هذا هو الاختبار الكبير. أما باقي الفرق بطبيعة الحال اسكتلندا وهايتي ممكن هناك دراسة أخرى، هناك أفكار أخرى، هناك رؤية أخرى، لكن تجاوز البرازيل، ذبح البرازيل غيخلي لك المسافة ديال الوقت ومسافة ديال الجاهزية ومسافة ديال الاستعداد للدور الثاني بدون نقاش. بالنسبة الماتش اللي غيكون صعيب كما هضرنا عليه وغنعاودو عليه بالنسبة للجزائر والأردن، هذا مواجهة عربية، غتكون مواجهة عربية صعبة. بطبيعة الحال الجزائر اش كتمشي لك خبرة أكبر من المنتخب الأردني، كما قلنا قبل بأن المنتخب الأردني هذه أول تجربة ليه في على المستوى الدولي أو المستوى العالمي. السعودية وتونس أما اختبار كبير بطبيعة الحال. السعودية غتواجه إسبانيا والأوروغواي، يا سلام. وتونس غتواجه اليابان والسويد. كما هضرنا اش قلنا خاصو تكون التركيز الدفاعي واستغلال الفرص. بالاخص هذا الماتش السعوديه ضد اسبانيا واوروغواي، وتونس ضد هولندا واليابان والسويد، اول حاجه خاص يكون التركيز الدفاعي واستغلال الفرص احسن من الاستحواذ خليه ليهم، ولكن استغلال الفرص خليه ليك، ما تخليش ليهم. قطر ومصر بطبيعه الحال هادو لهم فرصه واقعيه بطبيعه الحال. علاش؟ باش يمشيو المركز الثاني والثالث ان شاء الله. هادو بطبيعة الحال في أجزانا. في أول حاجة في قبل ننتهي هنا ذكرنا آخر أخبار المونديال، آخر المنتخبات العربية والحظوظ قبل البداية. ذكرنا وضعية المنتخبات العربية وآخر المستجدات ذكرناهم. ذكرنا عشان الحظوظ والمجموعات والتحليل. ذكرنا عشان أخبار الفرق العربية والحظوظ كما قلنا قبل. اخر اخبار بالاخص ديال 2026 المنتخبات العربيه والحظوظ كما قلت قبل. في جميع الاحوال نتمنى الامور تمشي مزيان وتمشي في الصالح ديالنا وتمشي كيما بغينا ان شاء الله، ونتمنى الامور تمشي على التمام وما تتمش الخساره، نتفاداو الخساره. وفي الاخير دمتم في رعايه الله والسلام عليكم.